السلام عليكم البنات، كيف العادة تنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غنتشارك معكم الشباكية اللي سنين هذه وانا تنخدم بها، وجات الوقيته اللي غنتشاركها معكم. تتجي ناجحة 100%. بالنسبة حتى للمبتدئات، هشيشة تذوب في الفم، معلكة مجعبة من الداخل، وتجي شاربة العسل كي تلاحظوا. فتنتمنى لا فيديو اليوم يعجبكم، ونخليكم مع المقادير والطريقة. بالنسبة للمقادير تنحتاجو كاس العنبة قرقاع مطحون او لوز مطحون، كاس ديال الجنجلان مصهد ومطحون ما تحمروش باش ما يعطيكمش الوقود المرورة، جوج صافار ديال جوج بيضات، ما ديروش البياض لانه هو اللي تيعطينا الكشكوشه اثناء القلي، معلقه كبيره د الخرقوم ممكن تعوضوها بالزعفران، ورشه الملح، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال المسكه الحره مطحونه، ومعلقه كبيره د النافع وحبه حلاوه، كاس مع مرش ديال الزبده مذوبه، وكاس مع مرش ديال الزيت البلديه والزيت النباتيه، خماره من وزن 8 غرام. بالنسبه للدقيق عندي هنا كيلو ديال الدقيق وصافي، والماء زهر باش نجمعوا الخليط ديالنا. صافي تنبدا نغربل المقادير ديالي كامله، وضروري من هاد العمليه باش ما تتقطع ليناش العجين في التشباك. بالنسبه اللي عنده المولينكس تطحن مزيان، يستغنى على انه يغربل القرقاع والجنجلان. صافي. وبالنسبه للخماره تنزيد الصفار ديال جوج بيضات. بالنسبه للصفار تيعطينا داك التعليكه في الشباكيه، يعني مهم بزاف. صافي. وتنزيد داك الزيت ديالي والزبده، وتنحاول ندخلها ونبسبس بها الدقيق ديالي. بالنسبه للخل نديرو نص كاس ديال الخل. بالنسبه اللي تتبغي الشباكيه يعني تجي هشيشه بزاف، دير كاس مع مرش ديال العنبه، هو ترد بالها من تكون تتقلي لان تتبقى تفرتن. صافي. هنا تندير كاس ونص ديال ما زهر، وهردهم فوق البوطه يغلى، ونجمع به المقادير ديالي. وهاد العمليه مهمه بزاف، هي اللي تتغنينا اننا ندلكو العجينه. صافي. تنجمع الخليط ديالي كي تلاحظوا، ما دلكتو ما والو، نديرو في كيس بلاستيك يرتاح شويه، وندوز معاكم باش نطلقوه. هنا منين ارتاح ليا نجبدو ونطلقو، يعني كامل نسرحو على الرخامه ديالي على شكل مستطيل كبير. وهاد الطريقه زوينه بزاف، يعني تتختصر عليك الوقت، وفي نفس الوقت تجينا الشباكيه مجعبه من الداخل من تتخدميها بهاد الطريقه. وحتى الطريفات اللي تنخدموا بهم تيجيونا كاملين تقاده وحده. صافي. هنايا من بعد ما قطعت العجين ديالي ندخلو للبلاستيك، ما يخرجش كاع من البلاستيك، نخرجوه غير القياس اللي غنخدموا به، لان دغيا دغيا تينشف، داير بحال ورقه البسطيله، الا خرجت من ميكا صافي تتيبس. هنا غنحتاج الماكينه، الدلاك، الناعوره. بالنسبه اللي ما عندوش الماكينه يكتفيه بالدلاك. ايه هو شنو الماكينه تتسهل علينا العمليه لا غير، اما نفس النتيجه الدلاك شويه تيعذبنا بوحدو، خصوصا الا كنا دايرين كميه كبيره. ولكن هنايا غنخدم معكم بلا ماكينه باش تلاحظوا وتشوفوا انها نفس الطريقه. فقط خاصكم يعني العجين تلقوه مزيان، كل ما كان رقيق كان احسن. كي تلاحظوا هنا من بعد ما رققت العجين ديالي بالدلاك، صافي تنقد جناب الناعوره، ونقطع واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة السادسة نقطع بها، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة السادسة نقطع فيها. تنتمنى يكون مفهوم. صافي. هنا راني درت لكم العرض البطيء باش بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفوش يشبكوا يفهموا الطريقه. صافي. تنطويها بهذه الطريقه على 3 ديال
على 3 ديال الطبقات. وتلصق داك الجوانب مزيان، تلصقوهم باش ما تحليكمش في القليان. نخليكم مع الصور راه تتشرح كلشي. وهنا كي تلاحظوا راني متقله دايره العرض البطيء باش تفهموا مزيان. صافي، وتنحيدوا داك الزوائد بالموس، وهي الشباكيه ديالنا واجده. غنولي نعاود معكم مره واحده اخرى باش المبتدئات يفهموا مزيان. بالنسبه اللي ما تعرفش تشبك، غنخلي لكم لا فيديو على اشكال ديال الشباكيه ساهله للمبتدئات. تنتمنى يعجبكم وتنتمنى تشجعوني. وبالنسبه لهنا نخدم ب... بالماكينه. بالنسبه اللي عندها الماكينه تدوز في الربعه او الخمسه، ومن بعد في السته او السبعه، يعني على حسب كل ماكينه والارقام اللي فيها. كي قلت لكم بلي الماكينه تتسهل علينا الخدمه، اما نفس النتيجه. ونحاول حتى هنايا ندير لكم العرض البطيء باش اللي ما فهماتش في الاول تفهم في الثاني. بالنسبه لهاد الطريقه هذه تنقطعوه هي 5. نهزو وحده ونخليو وحده، ونهزو وحده ونخليو وحده. كي تلاحظوا يعني 3 الفوق وجوج لتحت. صافي، هذيك الاولى تنقرصوها مزيان باش ما تحلش لينا اثناء القلي، وتنقلبوا عليها الثانيه، وكذلك ومثال الثالثه. وكي قلت لكم غنخلي لكم لا فيديو ديال التشكيل ديال الشباكيه بعده اشكال ومبسطه جدا للمبتدئات. وهنايا من بعد ما ساليت الشباكيه ديالي بالتشباك، كي تلاحظوا خليتها ليله كامله باتت. بالنسبه لواحد الحاجه مهمه ما قلتها لكمش في الاول لا فيديو، الخميره المعجونه انا ما تنديرهاش في الشباكيه. علاش؟ لان ما باش ما تنبقاش ملزومه انني خصني نقليها داك الليله. صافي تنبيتها ليله كامله والصباح تنوض نقليها.
بالنسبة اللي كانت يديها خفيفة في التشباك، ممكن دير راس المعلقة ديال الخميرة المعجونة. صافي تنسخنو الزيت ديالنا مزيان وتنلوحو فيه الشباكية. العافية ما تكونش مجهدة باش ما تخطفش لينا الشباكية وتبقى معجنة من الداخل، وما تكونش قليلة باش ما تهش الزيت. عينكم ميزانكم. صافي تتحمر الشباكية تنغطسوها في العسل. والعسل يعني تكون باردة، ما تكونوش مسخنينها باش تتبقى هكاك ثقيلة وتتلصق على الشباكية. كي تلاحظوا ها نبقى هكا غادا تنقلي ونطفي الشباكية في العسل حتى نسالي الكمية ديالي كاملة ورجع معكم. وبالنسبة للشباكية هنايا صافي من تتحمر يعني تتاخد داك اللون الذهبي تنطفيها في العسل. وكي تلاحظوا تنهز العسل هي من الجنيب ونكب من الفوق باش هكا ما تتهرش ليا الشباكيه ديالي. ويفضل انكم تكونوا دايرين العسل في جوج بانيات باش هكا تتعطيوها وقتها الكافي باش تشرب العسل، ما تتزربوش عليها. وكان هذا هو الشكل النهائي للشباكيه ديالي. انا ما تنرش عليها الجنجلان، يعني تنخليها حتى للتالي عاد تنرش عليها واحد شويه ولا تنستفها في السطل ديالي. وحتى للتقديم عاد تنرشها بشويه ديال الجنجلان او اللوز ايفيلي محمر. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، تنديرها في السطل وتنسكوتشيه وتنقلبو على وجهه باش هكا العسل ما تترسبش لتحت. ممكن تخبعوها حتى في الكونجيلاتور تتبقى مزيانه ويدور عليها العام. وكان هذا هو لا فيديو اليوم. تنتمنى لا فيديو يعجبكم وينال استحسانكم. وتنطلب من البنات اللي تيشاهدوا او تيزوروا القناه اول مره تدعموني وتشجعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد تنزلوا. ومن هذا المنبر تنقول لكم عواشر مبروكات تدخل عليكم بالصحه والسلامه وزايد الرزق ان شاء الله. والى اللقاء لفيديو اخر باذن الله. باي باي.